قوس ال 18 في مواجهه اللعيبه اللي جايين السوليه وغالي. خدها تاني بترقيصه صالح جمعه، يا ولد يا لعيب صالح، خطير، عرضيه، جول جول جول، عرضيه من جمعه. بقول لحضراتكم صالح في بدايه الهجمه 3 على 2. حسام غالي جاي في جبهته اليمين اللي فيها محمد هاني. علي فوزي يلعب عرضيه خطيره، جول جول جول. عمرو مرعي مش ممكن، عرضيه وهفوه دفاعيه في الرقابه على الخطير عمرو. بسيوني الرباعي الامامي هم اللي بيبداوا يشتغلوا. ضغط عليه محمد هاني، بيدور على الكوره، ترجع تاني لبسيوني، يلعب عرضيه داخل الصندوق في منتهى الخطوره، ضربه مزدوجه، جول عالمي، جول عالمي، جول جول جول. ايه انبي ده، ايه انبي اللي عامله في 10 دقايق ده؟ صلاح محسن، يا ولد يا ولد يا ولد. ملعوبه صالح جمعه وعمرو جمال الغايب تماما عن المشهد الهجومي حمودي عاوز يلعب عرضيه، سحبه حلوه، عرضيه خطيره، جول جول جول. صالح جمعه لازم يسجل الراجل ده. انما حمودي قال له زي ما اديتني واحده انا موجود برضو يا جمعه. وصالح كمان للتهديف. 2-2 مع الدقيقه 65. كان ممكن يسدد، اتعملت بينيه من ميدو، كان متحرك كويس قوي مؤمن زكريا. مره ثانيه حلوه، يا ولد، هدف رائع صالح جمعه. قلت لحضراتكم من بدايه اللقاء هو افضل لعيبه النادي الاهلي في التمرير واستلامه والثقه في نفسه. صالح جمعه بيحرز هدف ولا اروع من كده. صالح جمعه في الدقيقه 16 هدف رائع. يا سلام يا ولد، صوتنا بيعلى مع الحاجه الحلوه والاهداف الجميله. صالح جمعه هدف للنادي الاهلي في الدقيقه 16. السلام على العرضيه، صبر رحيل، راجل ايه ما فكرش، وش رجله في الزاويه البعيده. حلوه يا ولد، حلوه. هدف رائع صالح جمعه، حلوه يا ولد، ما يقدرش يعمل لها حاجه محمد ابو جبل. يا سلام يا ولد، شوفوا رايحه في حته صعبه جدا على ابو جبل. كرة أمية، ادي خطأ مرة تانية من خط الظهر على حدود خط 18. رؤوف حلوة ما فيهاش تسلل، لسه فيها خطورة. هدف التعادل لسه بقول لكم. أخطاء خط الظهر قاتلة. الراجل لو تتعاد مرة تانية الراجل سندها له هنا، وفيها خطأ من خط ظهر النادي الأهلي في الدقيقة 25. هدف لمصلحة سموحة. كرة اتلعبت والراجل حطها كده بمنتهى السهولة للمهاجم احمد رؤوف اللي بقول لحضراتكم الهدافين المميزين. ادي اتعادت الكره هنا، بصوا اول ما طلعت ما فيهاش اي حاجه. اسلام محارب هو صاحب الهدف. اسلام محارب هدف في الدقيقه 25. صالح جمعه هدف النادي الاهلي كان في الدقيقه 16. صبر رحيل، صبري يحطها ناحيه الشمال لمؤمن زكريا، ممكن يلعب عرضيه حلوه. هدف تاني. يا سلام يا ولد يا مؤمن زكريا، وهدف وحطها في الجول. الراجل خدع ابو جبل وعمل انه يلعبها بالعرض، يحطها بماركه اهداف ابو تريكه لما كان موجود مع النادي الاهلي. تتذكروا هدفه في بطوله افريقيا في مرمى السودان مع منتخب مصر، حطها ببطن رجليه بنفس الكره كده بالظبط، ومؤمن بيحطها في الزاويه الضيقه. الراجل خدع الحارس مؤمن زكريا وبيحرز هدف تاني في الدقيقه 32. السلام يا ولد، اتحرك كويس جدا واتعملت له من البدايه من صبر رحيل اللي بقول لحضراتكم عامل مباراه كويسه وخدع الكل. الراجل حطها ببطن رجله ويخدع هنا ابو جبل. هدف تاني لمصلحه النادي الاهلي. مؤمن زكريا في الدقيقه 32 اتحرك كويس جدا مؤمن زكريا. جمال مكمل الناحيه الثانيه. مؤمن وليد سليمان تمريره حلوه. الراجل لو وقع يبقى فيها ضربه جزاء، لكن هدف ثالث. يا سلام يا ولد، ده صالح جمعه الهدف الثاني ليه مع النادي الاهلي والهدف الثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه وبيأكد، الراجل بيقول انا لعيب كبير ولعيب كويس واحق من ناس كتيره، لكن رؤيه الاجهزه الفنيه هي اللي شايفه كده. 3 النادي الاهلي، سموحه 1. صالح جمعه هدف في الدقيقه 70 من عمر اللقاء. حرك كويس جدا كابتن حسام بيقوم. صالح جمعه هدف تاني اتعملت حلوه. يا سلام يا وليد سليمان الراجل هنا لو لمس رجله فيها ضربه جزاء، لكن حطها ببطن رجله في الجول عشان يبقى هدف ثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه هدف في الدقيقه 70.
خدها لنفسه كويس جدا وفكر يحطها مرة واحدة، والراجل حاول هنا خط ظهر سموحة، لكن هدف. ودي فرحة جماهير النادي الأهلي اللي جاية تستمتع بأداء لاعبتها بعد حصولهم على لقب الدوري. جماهير اللي موجودة في استاد الجيش ببرج العرب، سهرة كروية جميلة في استاد الجيش ببرج الساحة. حسام حسن فيها ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء واضحة تماما، واضحة تماما، رغم ان كان في 3-4 لعيبة مكملين مع الراجل. يعني الراجل حط رجله كده، شوف بقى مؤمن ولا مين. لعبت حلوة من البداية، تمريرة حسام حسن كان من البداية. ادي تمريرة حمص، ادي مؤمن زكريا. كان احرز هدف في الشرقية وفي المصري والاسماعيلي السيد فريد. السيد فريد في مواجهة الشناوي، ضربة جزاء السيد فريد، السيد فريد، والهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق سموحة. السيد فريد ده من ضربة جزاء. مباراة تحلو في الوقت المتبقي، قلت لحضراتكم المباراة لسه فيها جوال. دقيقة 77، ادي هنا محمد الشناوي. البديل في الدقيقة 89 ضربة رأسية بيحرز الهدف الرابع لانتهي المباراة بفوز النادي. قصة 18 في مواجهة اللعيبة اللي جايين السولية وغالي، خدها تاني بترقيصة صالح جمعة. يا ولد يا لعيب صالح، خطير، عرضية، جول جول جول، عرضية من جمعة. بقول لحضراتكم صالح في بداية الهجمة 3-2. حسام غالي جاي في جبهته اليمين اللي فيها محمد هاني. علي فوزي يلعب عرضيه خطيره، جول جول جول. عمرو مرعي مش ممكن، عرضيه وهفوه دفاعيه في الرقابه على الخطير عمرو. بسيوني الرباعي الامامي هم اللي بيبداوا يشتغلوا. ضغط عليه محمد هاني، بيدور على الكوره، ترجع تاني البسيوني، يلعب عرضيه داخل الصندوق في منتهى الخطوره، ضربه مزدوجه، جول عالمي، جول عالمي، جول جول جول. ايه ام بي ده، ايه ام بي اللي عامله في 10 دقايق ده؟ صلاح محسن، يا ولد يا ولد يا ولد. ملعوبه صالح جمعه وعمرو جمال الغايب تماما عن المشهد الهجومي حمودي عاوز يلعب عرضيه، سحبه حلوه، عرضيه خطيره، جول جول جول. صالح جمعه لازم يسجل الراجل ده. انما حمودي قال له زي ما اديتني واحده انا موجود برضو يا جمعه. وصالح كمان للتهديف. 2-2 مع الدقيقه 65. هو في الحته اللي بتكلم عليها بعد ما اتقفل عليه من الثنائي عاصم وحسين الشحات. علي معلول يلعب عكسيه، فوافي خطيره، اجاييه، جول جول جول. خطأ دفاعي وهديه من المدافعين لاجاييه. الاهلي لما يحضر بجوان 20، رغم ان المقص هو اللي كان افضل بكل امانه الوقت اللي فات في مناطق وسط الملعب. لقاء اليوم الدقيقه 23 1-0 وما زالت مشاكل المقص. انما بص لعبه علي معلول، رجع لورا بثقه كده بيعملها فوافي، مسك دماغه. بص فوافي بيعمل ايه، الراجل مسك دماغه، عارف ان هو عمل كارثه. ادي علي معلول والعكسيه، وادي فوافي اللي جاي. اي حد يتعالى على الكوره لازم يحصل اللي حصل من فوافي ده. الله على النادي الاهلي، الهدف الجميل في الباصه الروعه من عبد الله السعيد، والتحرك كان ممتاز من مؤمن زكريا، ولعب عرضيه ساحر الايماني كوليبالي. النجم كوليبالي يسجل الهدف اللي كان دايما على بالي كوليبالي، والهدف الاول للنادي الاهلي. بصه اماميه خطيره، والدفاع من امبابه للحارس داوود، لما كورته قطع جابها خطيره، والهدف جول. الهدف الثاني عملوها تاني وسجلوا الهدف الثاني. الاهلي يا ناس المستحيل ليس اهلاوي، كمان كبير يا اهلي، العب يا اهلي. سجل الهدف الثاني من خطر كبير، قاتل رهيب موجود في اداء الحارس ابراهيم داوودة. بص المهاره واللمه والهدف، روعه روعه روعه. العالم كان بيتكلم على فكره المهاجم، بيقول ان هو الاهم بالنسبه لك ان انت تجيب الاهداف السهله، مش انك انت بس تجيب الاهداف الصعبه. يعني زي ما احنا شايفين قدامنا ان الطبيعي بنسبه 99% ان الكره دي تكون هدف، وخاصه عكس بيضغطوا بشكل جيد في كل مساحات الملعب. فتحي يشيل عرضيه خطيره، ممكن جول جول جول. عبد الله السعيد الهدف الاول. وقلنا
اول ما صبر رحيل من دقيقتين 3 عمل واحده جوه ال 18. انما بص العرضيه السليمه، واول مره بقى يهرب من ورا المدافعين عبد الله السعيد بحاله من الاهمال الدفاعي للخطوط الخلفيه للاعيبه التعدين. الاهلي بيسجل اول اهدافه 1-0. عبد الله السعيد اللي هيعتلي النهارده قائمه الهدافين ب8 تجوان، ويسبق كده وليد سليمان، عمرو جمال. 4 اسماء. نشوف الهجمه من الجبهه الشمال، ميدو جابر طلعها لبره في منتهى الخطوره. جول جول جول. عبد الله السعيد اتقل تاخد حاجه نظيف، اللي قلنا كان غايب عن التهديف من الاسبوع رقم 16 ورجع في الاسبوع اللي فات امام طلائع الجيش بضربه جزاء، اللي قلنا برضو واحنا بنعلق على المباراه هترجعه لحالته التهديفيه. اللعيب لما بيغيب بيحتاج الثقه. انما بص عرضيه ميدو جابر وهي جايه له واخد القرار وعارف هيتصرف ازاي، عكس لعب كوليبالي اللي ما قدرش ان يطلعها لبره كده في الشوط الاول. دلوقتي ما طلعش واشتغل لقدام، لسه الكره جوه الملعب، خطفها ميدو جابر، يلعب عرضيه طلعت عبد الوهاب، ممكن الثالث سليمان كوليبالي. وريني الشقلباز يا ابني، ادي سليمان كوليبالي وخطا من طلب مع بدايه الشوط الثاني، مع الدقيقه 51 سجلوا. ادي الغلطه اللي عملوها وكانت الكره جوه الملعب، خطفها ميدو جابر اللي بيعمل جونين النهارده. والتمركز الدفاعي وحاله الفوضى اللي جوه 18 اسلام صيام مع احمد عبد الموجود استغلها كويس قوي سليمان كوليبالي، وخطأ كبير لحارس المرمى عشان يحطها سهله ويجيب النهارده سادس اهدافه. 3-0 للنادي الاهلي، نفس مفيش اي مشاكل. ودي الاجوان اللي جابها سليمان كوليبالي، ويقع على الكوره طلعت عبد الوهاب. الاهلي امام زناكو السبت، كل الامنيات الطيبه للقلعه البيضاء امام كابس يوم البدري. ممكن يكون هو بيقول تعليمات ولا حاجه. على فكره في اللائحه الجديده التعديلات الجديده المدير الفني اللي موقوف ممنوع ان هو يبقى فيه اي وسيله اتصال بالجهاز الفني اللي موجود في الملعب. شفنا المشهد في اللقاء اللي فات. انما خلينا نشوف اعاده الاجوان بتاعت عبد الله، 3 اجوان. وبص التمركز بتاع لعيبه التعدين، 5 لعيبه موجودين انما مش بالقطره. انت واقف ازاي؟ عندك حتتين 3 فيهم مشاكل النهارده. عمليه التمركز يقرب هيثم مصطفى من وسط الملعب على مهلهم، ورجع بقى على قطاع الناشئين في النادي الاهلي احمد عبد المنعم كشري، اللي قلت كان واحد من فراوده بدايه التسعينيات. السوليه عند ال 18 انما ما ظبطش ونشن على كولوبالي او اجاييه، ياخدوها تاني عن طريق علي معلول. علي خطيره ممكن القايم، مش ممكن هنشوف جول جول جول. الهدف الاول للنادي الاهلي ميدو جابر. حلوه اول هجمه بعد 7 دقائق. النادي الاهلي اللي قلنا لسه ما ظهرش عند مناطق مهمه، انما عملوا عرضيه خطيره. المره الوحيده في البدايه اللي فاتت قفل اسوان مره تانيه وارتداد دفاعي في الجبهه الشمال. ادي العرضيه خطيره، ممكن جول. مش ممكن التاني الخطير اتقل تاخد حاجه نظيفه. ايه الراجل ده؟ ايه الشقلباز ده؟ النهارده احد الايجابيات للعيبه حسن شحاته. ادي تمريره كولوبالي خطير مش ممكن كولوبالي. ايه الولد ده؟ الشقلب يا ابني وتنطط ينبي. سليمان كولوبالي بقول لحضراتكم مجتهد كبير، عامل شغل خطير، يسجل الشرير سليماني كولوبالي. 1-0 حسام البدر رايح له سليمان كولوبالي، والمعلم شحاته بيدفع بمحمد عبد الفتاح الشهير بتاعها. تمريره اماميه طالع علي فرج خطيره، ممكن جول. مش ممكن اللي فاتت دي. وليد سليمان خطير يا وليد، خطير. خاتم سليمان مع وليد سليمان، جونين في منتهى الجمال والروعه. الدقيقه 78 لسه بقول تبديل غريب، تاحه ما نزلش الملعب. الاهلي الشوط الاول انتهى في زمنه الاصلي، ننتظر الوقت المحتسب بدلا من الضائع او المبدد. ادي عبد الله السعيد يلعب الكره لعلي معلول، كمان وحمودي، وعلى طول السولية وكأنه كان ينتظر الدقيقتين المحتسبتين بدلا من الوقت بدل الضائع.
شكل النادي الاهلي من الدقيقه 38 اختلف. وادي السوليه كان ليه محاوله خد فيها انذار لارتطام قدمه براس عبد الرحمن فاروق. طالع وبينادي عليه مروان، خطيره خطيره، ممكن جول جول جول. مروان محسن اتقل تاخد حاجه نظيفه. مروان يقول لك مستني لقاءات الكبار بهدف التقدم بعد اقل من 3 دقائق. في الدور الثاني تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره، جول جول جول. سعد سمير، سعد سمير كبير يا سعد يا سمير، خلاص سعد سمير فتحت يحطها تاني قدام المنطقه الى هيرمان كواو، ضغط وكثافه لمدافعي الاهلي، عرضيه في منتهى الخطوره، جول جول جول. احمد سالم صافي 2-1. هيولعوا ال10 دقايق اللي فاضلين. انما هي اللعبه وهيرمان كواو عملها حلو قوي، برافو يا ولد يا لعيب، في تواجد مثالي لاحمد سالم صافي داخل منطقه الجزاء وموقف دفاعي مرتبك. عبد الله، جول جول جول. عبد الله السعيد الهدف الثالث، 3-1 للنادي من بره 18. عبد الله السعيد، حسين طالع له عامل مشوار كبير. حسين العرضيه موجوده في منتهى الخطوره، جول جول جول. مؤمن زكريا، مؤمن بطعم الاجوال، مؤمن سبايسي. 1-0 للنادي الاهلي بعرضيه بلسم مع الدقيقه 22. جون هيغير الامور تماما. اللعيبه اللي بتسجل في لقاءات القمه تخصص زي ما هو مع الصفاره والنتيجه، هل هيتبدل الحال؟ العرضيه خطيره، جول جول جول. اجاييه نازل بالجون بتاعه، برمجه هينزل يعمل ايه في الثواني اللي فاضله. انما بص شوف عرضيه فتحي، مش ممكن عرضيه فتحي وخطا دفاعي من الاثنين. كان ممكن الاهلي يحط نفسه في المقدمه باقل عدد من الهجمات، كان ممكن يعملها افضل من كده. بقى ده اسمه كلام سليمان كولوبالي. الفكره حلوه، الولد على المغمض حب يعملها، كان قفل عليه خلاص مدافع طلائع الجيش. شوف الاماميه خطيره جوه المنطقه، ركله جزاء. اول لعبه خطيره وشرسه وهي رايحه، قلت خطيره. عبد الله السعيد ينجح ان هو ياخد. وليد سليمان دخل ال 18، ولكن تمريره عبد الله السعيد اللي بتكلم عليها والراجل خده من رجله. بص من البدايه والحكايه من اولها، عبد الله الوليد الاثنين اللي صنعوا الفارق. وادي الحلول بقى والمفاجاه الهجوميه. تايد قمه التركيز، اللي عاوز جون يرجعه مره ثانيه لحالته التهديفيه. الدقيقه 25 بيطلع اللعيبه بره. ابراهيم نور الدين، عبد الله وعماد، يا ولد، جول 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 من خلال وليد سليمان وعبد الله السعيد ان هم ياخدوا ركله جزاء ويسجلها عبد الله السعيد اللي بيحضر النهارده بهدف سابع ليه عشان يتساوى مع وليد سليمان ومؤمن زكريا الثلاثه اللي مسجلين 21 هدف من اجمالي اهداف الاحمر اللي وصلت النهارده 45 جون عشان يدخلوا ورا المقصه تاني اقوى قدرات تهديفيه في جدول المسابقه. 1-0 اللي قلت لقاء الدور الاول كان 3 وكان متأزم تماما لغايه اخر ربع ساعه تقريبا، لغايه ما وصل مؤمن زكريا باول الاهداف دقيقه 3. هنشوف هيلعبوها المره دي ازاي، على مرتين برضو. محمد رزق اللي لسه ما ظهرش هو اللي يسقط، دخل جول جول جول. عرضيه في منتهى الجمال، الهدف الاول لطلائع الجيش عشان يحضروا بجون مع الدقيقه 57 لعيبه طلائع الجيش. اتعمل عموري 1-1. يا ريت المخرج اللعبه مره ثانيه. ادي اللعبه اهيت، وادي الركنيه وبنفس الاخطاء الدفاعيه. ادي العرضيه ومعتمد هو اللي بيسجل قلب الدفاع. معتمد محسن اللي جاي من اخر الدنيا بعرضيه في منتهى الجمال والروعه، عملها له عموري. 1-1. نفس الاخطاء الدفاعيه لما طلع اللقاء اللي فات أمد أوكري وبدون اي رقابه. بنفس الحال النهارده يكرر السيناريو بضربه راس معتمد محسن قلب دفاع طلائع الجيش. انما بص العرضيه، بص كويس قوي الراجل وقاس المسافه والمكان اللي فيه معتمد ويحطها. ميدو جابر على الارض عند مؤمن زكريا. مؤمن بره ال 18 لمؤمن من جديد، سلم واستلم، عاوز يبص ويلعب عرضيه، حطها جوه المنطقه. ميدو جابر يسدد، جول جول جول. هدف اهلاوي
ميدو 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 كوره اما تعوز تدخل بتدخل، لو بودنك هيجي جون. 2-1 للنادي الاهلي، مضلمه جوه ال 18. بص شوف مؤمن زكريا مع ميدو جابر، هم اللي عملوا الجون وهم اللي صنعوه. من مؤمن لميدو يسدد تخبط، وعماد السيد اللي يختل توازنه عشان النادي الاهلي يسجل جون في وقت ايه؟ وقت صعب صعب على نادي طلائع الجيش. بص الكرة غيرت اتجاهها بلال جمال، انما ميدو جابر هو اللي بيسدد وهو اللي يسجل بعد ما كان حضر بجون في لقاء اسوان. بيعيد التهديف النهارده بجون غالي غالي للاهلاويه في شباك عماد متعب، وضربه ركنيه موجوده للانتاج ابو شعيش، عرضيه خطيره، جول جول جول، وبدماغه يحطها، ما يقدرش اكرامي يعمل لها اي حاجه بعد ما يسجل أمد أكري. حلوة حلوة حلوة، برافو يا ولد يا لعيب. ادي العرضية الجميلة اللي اتعملت، ومفيش رقابة على أخطر اللعيبة. شوف أمد أكري لوحده ولا حد جه جنبه حتى من المدافعين. 1-0 للإنتاج الحربي. قلت الفرق اللي تحت دي هتعمل مشاكل. زمايله حسام غالي زايد وطالع من قدام بيضغطوا، قطعها كويس قوي. غالي خطيرة، عرضية ممكن، جول جول جول. بص بقى محمد طارق زودها، قطعها كويس قوي يا ولد يا لعيب أجاييه، وتتلعب وتخبط الكرة، انما أجاييه هو اللي يسجلها. جت في المدافع جونيور أجاييه، يرجع بالتعادل للنادي الاهلي بعد اقل من دقيقتين. حسام غالي يا ولد يا لعيب عند عبد الله السعيد، يحط العرضيه تخدم أجاييه منك يا راجل بهدف التعادل في الدقيقه السادسه من بدايه الشوط الثاني. اعتراض من لعيبه الانتاج الحربي ان الكره جت في ايد أجاييه، او كان في موقف تسلل في اللعبه، انما سمير جمال المساعد اهو اللي ملمومين عليه كلهم. وهنشوف اللعبه مره والثانيه والثالثه، هل الاعتراض اول ما راحت لعبد الله السعيد؟ هنشوف في الاول. ادي حسام غالي اتقطعت الكوره، وادي عبد الله السعيد موقفه سليم على فكره. عبد الله السعيد ممكن يكون كوليبالي في اتجاه اللعبه، بيقولوا له لمسه يد جايه بايده، كوره سليمه على ما يعني من عبد الله السعيد. لسه الجهاز الفني هو في نادي الانتاج الحربي. اللعبه بتتعاد، ومحمود فتح الله مع زمايله كلهم باشاره واحده انها بايد أجاييه. يونانتوي في لقاء الداخلية ليعلن عن تواجد المهاجم الغاني للمرة الأولى والأخيرة في قائمة الهدافين بالأهلي. في الأسبوع السادس توقفت انتصارات الأهلي أمام بتروجيت، وفي الأسبوع السابع تعثر أمام الاتحاد بعد التعادل بهدفين. أهدر الأهلي ركلتي جزاء وكسب مهاجما جديدا هو النيجيري أجاييه. عاد الأهلي لطريق الانتصارات مرة أخرى وسجل 7 انتصارات متتالية، والأهم أن شباك الحارس شريف إكرامي لم تهتز طوال 9 مواجهات في نهاية الدور الأول. تفوق الأهلي على أقوى منافسيه، هزم المقاصة بهدف وانتصر على المصري ب3 أهداف، وقبل استراحة الشتاء حسم القمة بهدفي مؤمن زكريا وجونيور أجاييه. في لقاءاته الأخيرة تز لاعب الأهلي أمام الإنتاج الحربي قبل أن يمارس لاعبوه هواية التسجيل في الثواني الأخيرة أمام طلائع الجيش. في لقاء النصر للتعدين سجل عبد الله السعيد الهاتريك الأول له مع المارد الأحمر، ورفع رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هداف بطولة الدوري. عوامل عديدة أسهمت في فوز الأهلي بالدرع 39 في تاريخه، أبرزها الروح العالية والكرة الجماعية وخبرات الفريق. الأهلي بطل الدوري بترسانة من اللاعبين المميزين، لم يؤثر عليهم هروب كوليبالي نجم المباريات الأخيرة. الأهلي البطل بقيادة المدرب صاحب الشخصية القوية حسام البدري. وما زال الأهلي حتى الآن يواصل كتابة التاريخ ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم.
الدوري في لقاء الداخلية ليعلن عن تواجد المهاجم الغاني للمرة الأولى والأخيرة في قائمة الهدافين بالأهلي. في الأسبوع السادس توقفت انتصارات الأهلي أمام بتروجيت، وفي الأسبوع السابع تعثر أمام الاتحاد بعد التعادل بهدفين. أهدر الأهلي ركلتي جزاء وكسب مهاجما جديدا هو النيجيري أجاي. عاد الأهلي لطريق الانتصارات مرة أخرى وسجل 7 انتصارات متتالية، والأهم أن شباك الحارس شريف إكرامي لم تهتز طوال 9 مواجهات في نهاية الدور الأول. تفوق الأهلي على أقوى منافسيه، هزم المقصة بهدف وانتصر على المصري ب3 أهداف، وقبل استراحة الشتاء حسم القمة بهدفي مؤمن زكريا وجونيور أجاي. في لقاءاته الأخيرة اهتز لاعب الأهلي أمام الإنتاج الحربي قبل أن يمارس لاعبوه هواية التسجيل في الثواني الأخيرة أمام طلائع الجيش. في لقاء النصر للتعدين سجل عبد الله السعيد الهاتريك الأول له مع المارد الأحمر ورفع رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هداف بطولة الدوري. عوامل عديدة أسهمت في فوز الأهلي بالدرع 39 في تاريخه، أبرزها الروح العالية والكرة الجماعية وخبرات الفريق. الأهلي بطل الدوري بترسانة من اللاعبين المميزين لم يؤثر عليهم هروب كوليبالي نجم المباريات الأخيرة. الأهلي البطل بقيادة المدرب صاحب الشخصية القوية حسام البدري. وما زال الأهلي حتى الآن يواصل كتابة التاريخ ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم.